توفي خلال الساعات الماضية الإعلامي السوري صبحي عطري، مقدم برنامج يتيبي العربي، وكان الراحل وحيدا من أشهر المذيعين في مجال الفن في الوطن العربي. في خبر صادم وحزين، فوجئ الوسط الفني اليوم بوفاة الإعلامي صبحي عطري، ولم تتضح حتى الآن أسباب الوفاة المفاجئة والصادمة للجميع. واشتهر صبحي عطري بإجراء مقابلات مع نجوم الفن، سواء من لقاءات حصرية أو لقاءات مميزة على الريد كاربت الخاصة بالمهرجانات والحفلات الفنية التي يتواجد بها نجوم الفن من مختلف دول الوطن العربي. وصبحي عطري من مواليد سوريا عام 1977 ويعيش في الإمارات، وهو إعلامي وصحفي ومقدم برامج سوري. تخرج من جامعة حلب قسم الأعمال الإدارية، وحاصل على شهادات في الإعلام وتقنيات العمل التلفزيوني، إعداد وتقديم الأخبار والبرامج الحوارية. عمل صحفيا في عدد من المجالات والصحف العربية، واتجه للعمل التلفزيوني في بداية عام 2007. وعمل صبحي عطري في العديد من الأماكن، إذا عمل كمعد ومقدم برامج في مجموعة ام بي سي بين عامي 2014 و 2023، ومنها برنامج ترندنج، قبل أن يصبح مراسل برنامج يوتيوب العربي. ولحد هنا نكون وصلت الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.